السلام عليكم، كيفكم يا صبايا؟ اشتقت لكم كتير، بتمنى تكونوا بخير وانتم عم بتشوفوا فيديو اليوم. يا صباح السعادة وصباح الروقان وصباح النشاط وصباح الهمة، صباح هيك مشرق بنور رب العالمين عليكم. ربي يفتحها علينا، ربي يرزقني وإياكم سعادة الدارين. حبايب قلبي، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اليوم راح نبلش بتنظيف عميق للبراد للثلاجة والفريزر. راح استخدم اليوم هذا المنظف لأنه كان جاي مع الثلاجة، وبصراحة بين فترة وفترة بحب أني استخدمه لأنه بينظف كتير منيح. اللي مش موجود عنده بننظفها أو بنبخها في المي والخل، وبعدين نعمل إنه يعني بنشيل الرفوف والأطراف الجوارير وبنليفهم عادي بالليفة. طبعا صبايا، إذا لسه مش مشتركين اشتركوا وفعلوا زر الجرس وحطوا اللايك إن عجبكم الفيديو. يميت أهلا وسهلا في كل حدا جديد انضم عندي للقناة. هيك بس فخيتها كتير منيح. شوفوا هو بيعطي فوم قوي، وبعدين بسكرها أبو 5 دقايق عبين ما هيك يعني يتحلحل فيها، وبرجع بفتحها وببلش إني أمسح اللي بده مسح، واللي بده بس شطف بالمي باخده واشطفه بالمي بدون تلييف ولا بدون صابون. طمنوني عنكم يا صبايا، شو استعداداتكم؟ شو عاملين اليوم؟ صايمين مش صايمين؟ طبعا ادعوا لنا وخلينا هيك ندعي لبعض في ظهر الغيب. ربي هيك يفرج همومنا، وربي هيك يسعدنا ويعطينا ليرضينا. دائما تعودي وحتى وانت تشتغلي اذكري رب العالمين وصلي على رسول الله. دائما خلي لسانك يعني بالذكر، وتعودي وخلي هاي العادة دائما موجودة على لسانك، عشان تحسيش بالتعب، عشان تحسي انك عم تعملي الشيء بحب، عشان تكوني مرتاحة نفسيتك، عشان الروتين اللي انت عم تعمليه في بيتك تعمليه بشغف وتعمليه بحب. كيف بيكون هذا الروتين؟ نعمة من رب العالمين، نعمة انه احنا عم نعمل شغلنا وإحنا بكامل صحتنا. دائما نحكي الحمد لله على الصحة والعافية. طول ما إحنا بنصحى الحمد لله جسمنا سليم، الصحة الحمد لله كويسة، هاي نعمة كبيرة من رب العالمين. فدائما نحمد رب العالمين عليها ويتمم علينا صحتنا وعافيتنا، لنقدر نشتغل ونقدر نعمل روتيننا ونعمله بكل حب. لأنه الحمد لله طول ما أنت يعني الحمد لله بحيلك وبصحتك وعافيتك تقدري تشيلي بيتك وتشيلي أولادك وتشيلي عيلتك. لو الأم يوم تعبت أو أجاها قريب أو جاها يعني لو حتى وجع راس سبحان الله، تقعد هيك يعني مو قادرة تقوم، مو قادرة تحكي مع حدا، مو قادرة تشتغل، كل البيت بتحسوه فوضى وكل البيت بحسوه مكركب. فهاي أهم شيء بحياتنا اللي هي الصحة والعافية، فكل شيء بهون قدام الصحة والعافية. شايفين هالجو؟ شايفين ما أحلى هيك اليوم هواء ونسيم عليل، فكان حلو للتسوق. ضبطت الأغراض اللي بدي أشوف شو عندي نواقص. حسيت إنه في عندي نواقص شوي هلا بتشوفوا يعني شوي الزبيب والجوز. كنت حاطهم كمان بالبراد فحطيتهم بأطرميزات. يلا هدول سقطوا أكلتهم صحتين وعافية على قلبي. فحسيت إنه اللي راح أجيبه هلا كمان، لأنه الزبيب أنا بحبه أحطه في حشوة القطايف. مين بحب يحط زبيب مع حشوة القطايف مع حشوة الجوز؟ يعني بحب أحط هيك كمشة صغيرة زبيب مع حشوة الجوز. الجوز لازم أجيب كمان، ما راح يكفي طول الشهر، تقريبا عندي نص كيلو، لازم أجيب كمان كيلو أو أكتر شوي. لأنه بحس الحلو في رمضان هو قطايف. ما بعرف قد ما نعمل حلويات باردة وحلويات مسكرة وحلويات مقطرة، يعني القطايف ملك السفرة في حلويات رمضان. ولا انتو شو رأيكم يا صبايا؟ هيك رجعت الأشياء كلها لمطرحها، وحطيت الرفوف بعد ما شمستهم هيك خليتهم هيك شوي بالهواء. طبعا يا صبايا في شغلة بدي أحكي لكم إياها اليوم كمان، إني عملت لكم برنامج كتير حلو. في آخر الفيديو راح أشرح عنه، اللي هو كيف الأكل أو كيف ننظم وجبات أكلنا في شهر رمضان المبارك. ربي يهله علينا وإحنا بكامل صحتنا وعافيتنا إن شاء الله. وإذا بتحبوا بصور لكم إياها الصورة عشان أحط لكم إياها على المنتدى إذا مش واضحة كتير بتكون بالفيديو. مثل ما شايفين الفريزر راح أشيل كله كمان أحطه على
الطاولة في المطبخ، وأبلش كمان أنظف الفريزر بنفس المادة اللي نظفت فيه البراد. طبعا أنا صوتي هيك شوي حس اليوم مبحوح، مو عارفة، لأنه عم بصور لكم اليوم الصبح بعد ما وديت بنتي على المدرسة، فكنت لسه مو عاملة المونتاج، مش منزل الصوت على الفيديو، فيعني سامحوني إذا مش واضح كتير أو إنه حاسة إنه تعبانة. ادعوا لي وتذكروني دائما بدعوة حلوة من دعواتكم، إن شاء الله ربي هيك يتقبل منا. شايفين بحكي لكم قديش الفريزر، يعني اللي بحاجة لربطة ورق عنب ناقص عليها تتفضل تيجي تاخذ من عندي. عندي هون طبخة مفرزها الشيشبرك اللي جبته من الأردن، وعندي فول أخضر وبامية لسه كمان عندي. فإذا عندكم نواقص لشهر رمضان حابين تطبخوا فول بلبن، ربعية فول، بامية، ورق عنب نقص عليكم، تعالوا عندي يا مرحبا بكم. شايفين بخيته بنفس المادة وسكرته 5 دقايق، وبعدين راح أمسحه، طلعت الرفوف شطفتها ونشفتها ورجعتها، وهيك بعدين صفت الأغراض وأشوف شو النواقص عندي. طبعا ما شاء الله، والملوخية كمان عندي، وعندي طبخات فلافل، شايفين هي فلافل كمان، عندي 3 طبخات فلافل، عندي ملوخية، عندي ورق عنب حطيته هناك في بوكس، والفول الأخضر مع إنه نزل هلا هذا من السنة الماضية، بس أولادي بطلوا ياكلوا لا فول ولا بامية، مش عارف الأولاد ليه هيك بتغيروا، يعني شو بدنا نحكي، الله يصلحهم ويهديهم أولادنا. فأمان اللي قريب باسطنبول وحاب ياخد له طبخة بامية طبخة ملوخية تفضلوا. وعندي شوية فروج، عندي السمنة حاطتها السمنة البلدي، وحاطت بتبروير كزبرة خضراء اللي بفرمها على ايدي، وحسرم، شوفوا مفرزة حسرم عبير، لاني بحب دائما احط تحت ورق العنب حسرم. طبعا بمناسبة كمان انه بنحكي عن ورق العنب، فكمان سهل علينا اذا حابين نعمل طبخة ورق عنب قبل ما يبلش شهر رمضان بيوم. لفوا ورق عنب صبايا وحطوه بالبراد، ممكن تطبخوه اول يوم او تاني يوم وبتلاقوه عن جد القية يعني هيك. قبل ما أطلع على السوق حكيت خليني أعجن عجينة الباف اللي هي عجينة السمبوسة تاعت الباف. رح نعملها اليوم مع بعض، ورح نعمل حشوة كتير مهمة، بحسها أطيب حشوة بحشوات السمبوسك. طبعا عجينة السمبوسك 3 كاسات من الطحين، كاس 200 ملي، 3 كاسات، عليهم 2 معلقة كبار من السمنة أو زيت النباتي، وعليهم 2 معلقة كبار من النشا، عليهم 1 معلقة صغيرة من الملح، وبنعجنهم وبنلمهم بالمي على ما هيك تلتم عنا العجينة وتصير متماسكة مع بعض. شوي شوي بصير أضيف المي لأحصل على عجينة ناعمة وطرية بنفس الوقت، نفس عجينة تقريبا الشيشبرك، بس هاي فيها سمنة أو زيت وفيها النشا رح يعطي القرشة الحلوة للعجينة. أنا هون أضفت بذور الهشهش أو الخشخاش، حلو شكلها في العجينة، طبعا مش موجود عنده، يعني هذا هيك أنا حطيته اختياري، فيكم تحطوا حبة البركة وفيكم تحطوا ما تحطوا شيء وتخلوها سادة. قد ما فيك تعجنيها اعجنيها لتعطينا هيك قوام حلو وملمس ناعم، وكل ما ريحناها كل ما أعطت نتيجة حلوة. هيك صارت ناعمة وبنفس الوقت شديدة يعني متماسكة، بغطيها وبريحها، رح أريحها للمساء قبل ما نعمل الحشوة وأروح السوق. طبعا لما رحت السوق انصدمت، الثلاجات والبرادات كل الآيس كريم وأنواع الآيس كريم نازلة صبايا. إجا الصيف على البدري السنة، جبت البيض، جبت أغراضي، جبت فروج كمان، ورح أقسم كل شيء وأرجعه وأرتبه في البراد والفريزر. يعني بس هيك تنظفي الفريزر والبراد بتحسيه براحة نفسية، بتحسي المطبخ كله نظيف، والفرن كمان لما يكون نظيف عن جد بفتح نفسك لأنك تقومي تطبخي لك طبخة حلوة. هيك جبت الخضرة والأغراض اللي ناقصتني، رح أصفطها وأرتبها، اللي بده غسيل رح أغسله، واللي ما رح يعني أستخدمه كتير يعني رح يطول عندي بلاش نغسله، لأنه الغسيل للخضرة إنه إذا كنت جايبة كمية وغسلتيها بتخرب عندك وبتدبل. خلي دايما الخضرة اللي رح تستهلكيها بسرعة اغسليها، واللي ما رح تستهلكيها بسرعة أو كمية كبيرة ما تغسليها بكون أفضل. البروكلي، وبما إنه رح أعمل الماجي البيتي لأنه قربت أخلص الماجي،
أنا نزلت لكم إياه بالقناة في فيديو من الفيديوهات، إذا بتحبوا كمان أرجع أصور لكم إياه خبروني في التعليقات عشان أرجع أصور لكم إياه. شايفين؟ وحطيت هاي الإسفنجة اللي بتمتص هيك الرطوبة. هون شوفوا غسلت الخيار، لأني غسلته حطيت عليه نايلون عشان هيك ما يدبل. البندورة ما غسلتها لأنها هيك عنقودية وخليتها، والبندورة ما بتدبل سبحان الله. جبت كوسة للمحشي، وتخيلوا هدول 3 بنجانات إلي، يعني أنا بدي أحشيهم، هم كبار ملقيتش صغير، بس راح أعملهم نصين وأحشيهم حبتين هدول الفليفلة لطبخة محاشي. كمان شو راح نعمل؟ راح نعمل اليوم النعناع والبقدونس، راح اليوم أحطهم بهاي الطريقة. شفتها حكيت خليني أجربها. بتحطوهم في أطرميزات مي، يعني هدول الأطرميزات فيهم مي، وبعدين بتغلفيهم من فوق بكيس نايلون، بضلهم فريش وبضلهم خضر خضر، وبضلهم يعني زي كأنهم المي عم تسقيهم سبحان الله. لأنه كمان البقدونس راح أستخدمه للمحاشي فما راح يطول عندي بالبراد. الخس والبروكلي خليتهم بكياسهم، والبصل الأخضر كمان خليته بكيسه، والليمون عادي شلته من الكيس وحطيته في المنظم، وهيك صار شكل البراد. نيجي لحشوتنا الرائعة. حشوة البطاطا على الطريقة الهندية. حطيت بصل ولما صار لونه ذهبي أضفت عليه الثوم وزنجبيل، فلفل حار من الأحمر والأخضر، قطعت حبتين بطاطا مكعبات صغيرة وحطيتهم. بس صار لون البصل ذهبي بزيت نباتي أو بزبدة، فيكم تحطوا أو سمنة اللي بتحبوه. حطيت مكعب من الماجي اللي كان موجود عندي، مثل ما خبرتكم راح أعمل، شايفين عندي مرق دجاج راح أعمل فيه ماجي جديد. عندي الكاري، أهم شي الكاري، حطيت زنجبيل وبابريكا وفلفل أسود كتير ورشة من الكمون. كاري تقريبا شوفوا معلقة مليانة كاري، راح تعطي الطعم الطيب لهاي الخلطة. وبضلني أدبل فيهم لا تستوي عندي البطاطا. قبل ما تستوي حطيت برش جزرتين، فيكم تحطوا بازيلا، فيكم تعزجوا لحمة على جنب وتضيفوا كمان اللحم المفروم كمان بصير. صارت عنا جاهزة العجينة، ارتاحت كتير منيح. رشة طحين مديتها نفس ما بنعمل الشيش برك، فيكم تقطعوها. ما عندي القوالب بتاعت السمبوسك راح أقطعهم بالقطاعات العادية. إذا كانت عندكم القوالب بتسهل عليكم وأسرع. أنا رقيتهم بعدين حطيت الحشوة مثل ما انتوا شايفين، راح أسكر عليهم بالطرف الثاني لتصير شكل المربع. وهيك دهنت بين الأطراف والحواف مي عشان تلزق معانا العجينة عطول. قطعتهم بهذا الشكل المسنسن، حسيت لا إنه لازم بالشوكة عشان تثبت عنا التسكيرة وما تفتح معنا بالقلي، بس لو كان عندنا القوالب بتسهل علينا. شوفوا أنا راح أستخدم صراحة، أنا في رمضان ممكن أعمل هاي العجينة، بس عندنا بتركيا ببيعوا في البازار عجينة اليوفكا صراحة كتير رهيبة. يعني اللي بعمل فيها البرك، مرة شفتوني جبتها وعملت فيها البرك مثل شكل عجينة السمبوسك، بيعملوها الأتراك على إيديهم، كتير رهيبة للسمبوسك. هي اللي راح أستخدمها، راح تشوفوني إن شاء الله بالفيديوهات الجاية. بس هاي كمان كتير حلوة وطعمها مقرمش وشكلها كتير حلو. حلو إنه كمان الواحد إذا ما بده يشتري عجينة السمبوسك الجاهزة يعملها في البيت، سهلة وبسيطة. هذا الشكل تاني مثل القطايف، بنقليها بزيت غزير. شوفوا بتنفش بتطلع لهيك البقابيق، شكلها كتير حلو على القلي وبنفس الوقت مقرمشة. الحشوة طبعا آخر شي حطيت على الحشوة معلقة كبيرة من الكزبرة الخضراء، لهاي حشوة البطاطا الكاري، بدها كزبرة خضراء. وهيها شايفين كيف الحشوة تاعت البطاطا والكاري. طبعا جرى ريقي عن جد لأني صايمة. صراحة
كتير رهيبة هاي الحشوة، جربوها يا صبايا رح تعجبكم كتير. اللي بيحب طعم الكاري والزنجبيل والثوم والكزبرة الخضراء رح يستمتع عن جد بهاي وصفة السمبوسك. والعجينة هاي رهيبة، شوفوا قديش يعني رقيقة ومقرمشة، وبنفس الوقت أنا هون استخدمت الجبنة المشللة، كنت عاملة معاكم السنة الماضية الجبنة الاقتصادية، رح نزلكم إياها على المنتدى إذا بتحبوا ترجعوا وتشوفوا فيديو الجبنة الاقتصادية. بدها لايك ولا شو رأيكم؟ وهلأ بنيجي لشمعة حبنا، وخليني أشهوينكم على الكعكات. عملت كعك أكيد رح أنزل لكم إياه إن شاء الله بالفيديو الجاي، يعني بيستاهل بقكم. كعك رهيب خرافي مميز كتير كتير، طعمه طيب. الكعك الفلسطيني الفلاحي كتير، ايش بدي احكي، لا احكي عن جد اتغزل فيه. وبعد الصيام هيك بيجي على باله الواحد عن جد ياكل له كعكه مع فنجان قهوه ليرفع دماغه ويرفع راسه. ورح نحكي عن برنامج الأكل في رمضان. أول شيء عنا 3 مراحل، 3 خطوات. نحكي الطبق الرئيسي اللي هو إحنا رح نتنوع فيه كل يوم، والطبق اللي هو المقبلات والحلويات. الطبق الرئيسي يوم نعمل رزات، يوم نعمل صواني، يوم نعمل برغل، يوم نعمل نرجع للمعكرونات، صينية معكرونة بأي نوع من أنواعها، أي نوع. يوم نعمل معجنات أو فطاير إشي بالعجين، يوم نعمل طواجن مثل طاجن اللحم، طاجن البامية، صلصات يعني جنبها الرزات. وهيك ممكن إنه نعمل برنامج كامل مغير، يوم برز، يوم بدون رز، يوم بمعكرونة، يوم بفطاير، بكون منوع ومشكل. لكن بنقدر نتفنن بالسلطات والشوربات على أنواعها، ورح نعملها إن شاء الله مع بعض خلال شهر رمضان. ويوم إنه نمشيها سمبوسك وشوربة عدس وفتوش كمان، نغير عن الأكلات اللي دايما عم ناكلها. لأنه فعلا الإنسان أول أسبوع بكون يعمل هاي الطبخات وبعدين بمل وبيزهق. فرمضان مو بس للأكل، رمضان للعبادة يا صبايا. وهيك بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، بشوفكم فيديو جديد، في أمان الله.